بعد انسحاب التيار الصدري يعني أصبح البرلمان يعني مهيمن عليه قوة واحدة فقط، الإطار. يعني أي قرار بيد الإطار، لأن هم اللي مهيمنين، وخاصة أن القوى الناشئة والمستقلين متفرقين. فلذلك يعني من تلاحظ تشكيل اللجان، يعني اللجان يعني وفق النظام الداخلي يقول يجب أن تتوفر تراعى فيها الرغبة والاختصاص والخبرة. إذا هسه أنت تطبق ذني الثلاث أمور ما راح تلقاها عند الأغلبية باللجان. تلقى أكو ناس عاملين بالقطاع النفطي وراحوا باللجنة المالية، ناس اختصاصهم صحة رايحين بالخارجية أو رايحين بالنزاهة. فيعني اللجان صارت فقط رغبة، يعني الاختصاص، لأنه بالقانون ما ذكر الرغبة أو الاختصاص أو الخبرة، ذكر الرغبة والاختصاص والخبرة.